عمرك سألت نفسك قبل كده ازاي الفلوس ممكن تحولك من شخص عادي وحابب الحياة وما عندكش مشاكل نهائي لشخص طماع ومدمن وحياتك كلها تبقى متدمرة بالكامل؟ في فيديو النهارده هنتكلم على واحد من اكتر الافلام اللي بتتكلم عن الطمع في تاريخ السينما كله. النهارده هنتكلم عن فيلم ذا وولف اوف وول ستريت بطولة ليوناردو دي كابريو. بالمناسبة الفيلم ده متاخد من قصة حقيقية. Feel anything? No. ليوناردو دي كابريو والمخرج مارتن سكورسيزي، اعرف الاتنين دول لو اجتمعوا في فيلم واحد فتأكد ان انت هتشوف احسن حاجة ممكن تشوفها في حياتك كلها. الفيلم بيبدأ وهو ليوناردو دي كابريو اللي بيلعب في فيلم دور شاب اسمه جوردن بيلفورد، وهو بيبدأ يحكي لنا عن حياته الجديدة اللي مليانة فلوس ورفاهية من شغله في البورصة بعد ما بقى مليونير ايه لا بعد ما بقى ملياردير، وده بعد ما كان شاب صغير فقير ومعهوش فلوس. جوردن بيورينا اللي هو يقدر يعمل اي حاجة بالفلوس، وشايف ان دي الحاجة الوحيدة اللي بتخليك تسيطر على الناس وتخليهم يعملوا لك اي حاجة انت عاوزها. بيبدأ يورينا الحاجات اللي معاه، عربيته الفيراري وقصره الضخم ومراته الموديل اللي لولا الفلوس ما كانتش هتبقى معاه اصلا، وبيقول لنا هو عنده 26 سنة عمل 49 مليون دولار. بس ثانية واحدة، لو انت فاكر ان ده رقم كويس بالنسبة له فانت غلطان، لانه كان متضايق جدا انه كان اقل ب 3 مليون دولار في الاسبوع. Because it was three shy of a million a week. ده غير طيارة الهليكوبتر اللي بيرجع بيها من شغله كل يوم، واليخت بتاعه الضخم اللي بيعمل عليه حفلات. اللي بيحصل وقتها ان الفيلم عاوز يبين لك حياة جوردن بعد ما وصل لأعلى ليفل ممكن توصل له في الحياة كلها، اللي هو الثراء الفاحش. ولكن للاسف الحاجه لما بتزيد عن حدها بتقلب بالعكس، وده اللي هنشوفه خلال الفيلم ده. بعدها الفيلم بيرجع بالزمن شويه في الثمانينات وهو جوردن عنده 22 سنه، وبيحكي لنا ازاي هو اتحول من موظف صغير غلبان لشخص تاني تماما بسبب الفلوس والطمع. اول ما بيدخل الشغل في مكتب البورصه بنلاقي حد بيستقبله وبيقول له انت اقل من اقل حاجه موجوده في العالم. المشكله ان جوردن وقتها ما كانش عنده مشكله ناحيه الكلام ده خالص، وده عشان جوردن مستعد يتقبل اي حاجه عشان خاطر يقدر يجيب فلوس. الشغل بيبدأ وبنلاحظ حاجات غريبة جدا بتحصل، ناس بتزعق وناس مستعجلة والدنيا كلها ملخبطة فوق بعض وكمية عشوائية في المكان مش طبيعية، وده لسبب ان كل واحد بيحاول يحقق ربح اكتر من التاني. جوردن بيشوف قد ايه العالم ده فيه فرص تخليك شخص غني ومختلف تماما، وقد ايه الناس بتكسب مبالغ خرافية من ولا حاجة تقريبا. حتى مش شرط يكون عندك ضمير، المهم اللي انت تقنع اللي بتكلمه بغض النظر عن اي حاجة تانية. بعدها المدير بتاعه اللي اسمه مارك هانا اللي بيلعب دوره ماثيو ماكونهي بيعزمه على الغداء. اول ما بيقعدوا مارك بيطلب خمره بس بطريقه مبالغ فيها شويه او شويتين ثلاثه، وكل ده في عز النهار. حتى جوردن كان مستغرب وبيقول له هو انت ازاي طلبت كل الخمره دي في عز النهار وبتقدر تكمل وتركز في شغلك عادي جدا؟ انما جوردن كان لسه عباره عن ورده مفتحه، لسه ما دخلش عالم الطمع والجشع. بعد ما مارك طلب الخمره دي كلها جوردن ما طلبش بس غير ميه، وهنا بنشوف الفرق الشاسع بين الشخصيتين وازاي مارك هيلعب في دماغه دلوقتي. بعدها بيبداوا يتكلموا عن البورصه، بس مارك بيبدا يشرح له حاجات غريبه جدا وبيقول له ان العالم ده عامل زي الدخان كله وهم، وان الشطاره مش انك تشتري وتبيع اسهم بس، لا الشطاره اللي انت تقنع الناس يشتروا ويبيعوا وانت تاخد العموله بتاعتك بغض النظر بقى هيكسبوا ولا يخسروا، المهم اللي انت تاخد منهم فلوس في الاخر. يعني بكل اختصار عاوز يقول له اللي هو يرمي الضمير بتاعه في الزباله. الحوار اللي كان بينهم ده كان نقطه تحول في دماغ جوردن. بعدها بفتره بعد ما اتعلم اساسيات النجاح كسمسار في البورصه كان رايح الشغل بتاعه عادي جدا، وهو فخور بنفسه وفرحان ان هو بقى متمكن خلاص من الشغلانه المعقده دي وقدر يتعايش معاها. بعد ما بيدخل الشركه للاسف ده كان يوم اسود على الشركه كلها، لان ده كان اول يوم تدريب ليه في الشركه، وده نفس اليوم اللي حصل فيه اكبر انهيار في سوق الاسهم الامريكي في يوم واحد. وقتها جوردن كان مصدوم وخايف لانه كان شايف السماسره الاعلى منه كانوا خايفين وقلقانين، عشان كده جوردن بدا ينهار نفسيا ويخاف. ومن وقتها جوردن خسر شغله، رجع لمراته البيت وهما بيحاولوا يلاقوا حل. في الاخر وهما بيدوروا في الجريده جوردن لقى شغل وهو نفس اللي فات برضه بس في مكان تاني، واللي شده في المكان ده ان العموله بتاعته كانت كبيره جدا وبتوصل ل 50%، ده اللي خلاه على طول يروح لهناك من غير تفكير. الشركه دي حرفيا كانت لسه جديده، حتى ما عندهمش اجهزه كمبيوتر يشتغلوا عليها، وكلهم يعتبر ما كانش عندهم خبره. لكن جوردن كان متدرب في شركه كبيره قبلها وكان جاهز للشغل ده. ومن اول مكالمه لجوردن الناس كلها كانت مصدومه، اللي هو ازاي بيتكلم بالاحترافيه دي وعنده قدره رهيبه في الاقناع. ومن اول مكالمه قدر يقنع اول عميل اللي هو يشتري اسهم. المشهد ده
كان نقطة تحول، لانه عارف من اللحظة دي اللي هو ممكن يستغل مهاراته في الاقناع ويكسب مبالغ ضخمة. ومن هنا بدأت الرحلة بتاعته، وبنبدأ نشوف الجانب المظلم من الفلوس والغنى. بعدها جوردن كان في مكان وبياكل عادي جدا ولابس البدلة الشيك بتاعته وراكن عربيته اللي شكلها حلو قدام المطعم. جه حد شكله غريب شوية اسمه دوني ايزوف، وكان لابس لبس وحش شوية وكان باين يعني اللي هو بيعاني ماديا. شاف جوردن وقال عليه الواد ده شكله غني، فسأل جوردن وقتها وبيقول له هو انت بتشتغل ايه؟ جوردن قال له اللي هو شغال سمسار في البورصة. بعدها سأله عن المرتب بتاعه، وجوردن قال له الشهر اللي فات انا قبضت $70,000. طبعا هو ما كانش مصدق وقال له لو المبلغ ده حقيقي انا هسيب وظيفتي دلوقتي وهشتغل معاك حالا. وفعلا دوني بعدها ساب شغله في نفس الوقت وبدأ مع جوردن من البداية. المشهد ده بيورينا ان دوني شخص جريء وبيحب الفلوس، وبيشوف في جوردن فرصة مش عاوز يضيعها. بعدها بيبدأوا يقربوا من بعض اكتر وبيبقوا صحاب. وفي يوم كانوا قاعدين وبيتكلموا، دوني قال لجوردن ان هو جايب له هدية بمناسبة اللي هو عرفه على شغل البورصة ده. المهم راحوا لمكان معين وكانوا بيشربوا مخدرات يعني والعياذ بالله. وقتها كان اول مرة جوردن يشرب حاجة زي دي، واضح من رد فعله اللي هو عجبه الموضوع جدا، وده بسبب صاحبه دوني اللي كان لسه عارفه. عشان كده لازم تختاروا صحابكم صح يا جماعة. على سبيل المثال الاتنين دول مثلا اتعرفوا على بعض في مطعم، تاني يوم شربوا مخدرات مع بعض. جوردن قرر يفتح شركة خاصة بيه، واول حاجة كان محتاجها هي السماسرة. فقرر يجيب شوية ناس كده هو كان عارفهم وواثق فيهم، جابهم وقعد معاهم في مطعم وقعد يشرح لهم فكرته عن البيع، وقال لهم انا هعلمكم ازاي تبيعوا اي حاجة لاي حد، وهتدخلوا فلوس في حياتكم عمركم ما كنتوا تحلموا بيها. كان جوردن عارف وقتها ان العيال دي مش فاهمة اي حاجة في البورصة، بس بالنسبة له دي كانت حاجة كويسة جدا لانه يقدر يعلمهم على طريقته. واحد منهم قعد 5 سنين عشان يتخرج من الثانوية، والتاني ما اتخرجش من التعليم اصلا، والتالت ده كان على الله خالص، والرابع ده المفروض يعني اللي هو كان اذكى واحد فيهم ده المفروض. بعد ما بدأ جوردن شركته وبدأت الفلوس تزيد، كان عاوز يبين لمراته تريزا اللي هو بدأ ينجح وان حياتهم خلاص هتتغير للاحسن، فجاب ليها هدية غالية جدا عبارة عن سلسلة الماس فخمة وشكلها كان غالي جدا. المشهد ده بيوري قد ايه جوردن كان بيحاول يثبت نفسه، مش بس لنفسه لكن لمراته كمان، اللي هو مش فاشل وان رجع من الخسارة اقوى بكتير من الاول. لما جاب لها السلسلة كان بس عشان يرجع الحب والثقة اللي ما بينهم. كمان بيورينا بداية التغير في شخصيته من شخص بسيط بيحاول يعيش حياة عادية لحد بدأ يغرق في حب الفلوس والمظاهر، ومن وقتها قرر يغير كل حاجة في الشركة عشان بقى طماع اكتر. جوردن في الاول كان بيستهدف المستثمرين الصغيرين، بس قرر اللي هو يغير الطريقة بتاعته ويتجه للناس الاغنياء اللي هم رجال الاعمال الكبار عشان اكيد يعني هيدفعوا اكتر. غير اسم شركته لاسم فخم يدي حق للناس اللي هي شركة فعلا كبيرة، مع انها شركة شغال فيها ناس عشوائية جدا. بدأوا يتصلوا بالاغنياء ورجال الاعمال الكبار اللي معاهم فلوس كتير، ويبدأوا يبيعوا ليهم نفس الاسهم دي لكن باسلوب مقنع اكتر واحترافي جدا وبسعر اغلى. بدأوا يستخدموا سكريبت جوردن كان كاتبه، لانه كان عامل سكريبت احترافي يقنع بيه الزباين الاغنياء اللي هم يشتروا اسهم قوية، هم اصلا في الاخر بيشتروا اسهم ملهاش قيمة. مع الوقت الشركة كبرت بسرعة جدا، بدأوا يكسبوا ملايين ومكتبهم بقى فيه موظفين كتير، والموضوع بقى شبه ساحة الحرب حرفيا. جوردن بقى مجنون بمعنى الكلمة، طريقته في الكلام اتغيرت حتى تصرفاته، لدرجة اللي هو خلى بنت تحلق شعرها زيرو مقابل $10,000. انتوا مستوعبين الجنان وصل لفين؟ البنت حرفيا بقى شكلها مخيف، كل ده بس عشان خاطر الفلوس. ده معناه ان كل اللي شغال في الشركة دي عندهم نفس درجة الجنان ونفس درجة هوس الفلوس. بعد ما الشركة كبرت وبقت مشهورة جدا في المدينة بسبب الارباح الكبيرة، بدأت تلفت الانظار، لكن مش انظار رجال الاعمال، ده كمان انظار الجهات الرقابية والضرائب، وبرضه الاعلام بدأت تركز معاهم. الصحافة بدأت تنشر تقارير عن الشركة، بس مش على انها شركة كويسة، لا على انها شركة فيها شبهات بالنصب والاحتيال واستغلال المستثمرين الصغيرين. وكان في تحقيق من مجلة معينة كده عملت تقرير في الاخر وقالت ان جوردن نصاب وبيبيع اوهام للناس، ولكن بدل ما يخاف او يقلق استغل الشهرة دي لصالحه. التقرير جذب انتباه ناس كتير جدا، لدرجة ان في ناس كتير بدأت تقدم للشغل عنده، لانهم شافوا ان الفلوس اللي بيكسبوها هناك مش طبيعية حتى لو هي كانت بطريقة مش شرعية. وده زود جنون جوردن اكتر واكتر، لدرجة اللي هو جاب قرد معاه المكتب. حرفيا ما بقتش شركة، بقت ميكس كده بين حديقة حيوانات على ديسكو وعلى حاجات غريبة. بعدها كان عامل حفلة في بيته كالعادة يعني، وشاف هناك بنت سحرته حرفيا. اول ما شافها اتجنن، ومن وقتها جوردن بدأ يعمل كل حاجة عشان يلفت نظرها، رغم اللي هو كان متجوز وقتها لكنه اتجنن بيها. عرفت ازاي تخليه يتعلق بيها اكتر واكتر لحد ما في النهاية خان مراته معاها، وبعدها طلق مراته واتجوزها هي. بعدها في مرة الفلوس زادت في الشركة بشكل مبالغ فيه، وده حصل لما كان في سهم سعره زاد 5 أضعاف خلال 3 دقايق بس، وكسبوا من وراه اكتر من $20 مليون. انتوا مستوعبين الرقم؟ بس طول المدة دي هو كان تحت رقابة الاف بي اي، وفجأة جاله اتصال ان في محققين شاكين في الشركة ومش عاجبهم الوضع اللي بيحصل اليومين دول. جوردن
جوردن قرر يتكلم هو مع المحققين بنفسه عشان يبين ليهم اللي هو ماشي سليم ومش خايف منهم. استقبل المحققين بشكل فخم جدا، قعدهم في اليخت بتاعه وقعد يعزم فيهم على مشاريب، بس الطريقه اللي كان بيتكلم بيها كانت كلها تكبر وغرور. ده حتى من كتر الافتراء بتاعه وسع اليخت بتاعه من فوق عشان يعرف يركن الطياره بتاعته. اثناء الكلام جوردن بدأ يلمح بعرض رشوه للمحققين دول بطريقه مش مباشره، وقال لهم انا فاهم ان شغلكم صعب شويه والمرتبات مش قد كده، لو حبيتوا تساعدوني انا ممكن احسن وضعكم. بس قال كده بطريقه مش مباشره. طبعا هو كان فاكر ان المحقق هيتقبل الرشوه دي، بس جوردن اتفاجئ اللي هو خد الموضوع بشكل جدي، وخدوا الكلام اللي جوردن قاله ده ضده وسابوه ومشيوا من اليخت. في الاخر جوردن طردهم من اليخت وحدف عليهم اكل وحدف عليهم فلوس عشان يحسسهم اللي هم مالهمش اي لازمه، وده بصراحه كان تصرف طفولي جدا. وهنا المخرج حب يورينا انه مش شرط لو حد غني يبقى ذكي، لا ده ممكن يكون مريض من كتر ما الفلوس عميته حرفيا. جوردن حس ان الوضع بقى خطر اكتر بعد ما عك الدنيا مع المحققين، وحب يامن فلوسه في سويسرا. طب ازاي واشمعنى سويسرا؟ عشان سويسرا وقتها كانت معروفه بان البنوك بتاعتها متامن عليها كويس جدا. جوردن اختار حد هو مش مرتبط بيه رسميا او ما فيش بينهم تعامل رسمي. وقتها لقى انسب حد العمه ايمه، اللي هي الست الكبيره اللي تقرب لمراته، لانها كانت عايشه في بريطانيا مش امريكا، فصعب الحكومه الامريكيه تتتبع الفلوس دي. بعد ضغط كبير من الاف بي اي عليه، صاحبه الفاسد كالعاده جاب له نوع مخدر جديد، والمفروض يعني اللي هم يهديهم عشان يقلل التوتر بتاعهم. المفروض المخدر ده مفعوله بيبدا بعد نص ساعه، عدى وقت وبرضه مفيش مفعول معاهم. طب ايه يعني كده المخدر مش شغال ولا ايه؟ فقرروا ياخدوا اكتر عشان يسرعوا المفعول بتاعه، واتفاجئوا في الاخر ان المفعول كله بدا مره واحده. وده كان من اكتر المشاهد الكوميديه اللي في الفيلم، لما كانوا هما الاثنين عضلاتهم كلها مشلوله وحصل كوارث بسبب المخدر ده. لما جوردن مشي بالعربيه وهو مشلول وكسر عربيات وعواميد كتير جدا في الشارع. وبرضه لما جالهم اتصال من عميل في سويسرا بخصوص الفلوس، والدنيا عكت الدنيا وقتها بسبب تاثير المخدرات. الاف بي اي بعدها المفروض اللي هي عملت صفقه مع جوردن، وهي عباره اللي هو هيدفع غرامه كام مليون كده ويبعد عن الشركه خالص ويسيبها. جوردن ما حبش وقتها اللي هو يهدم كل اللي بناه، وقال لنفسه احسن اللي هو يحافظ على فلوسه. ولحد اللحظه دي كان مقرر اللي هو يستقيل من الشركه. راح للشركه عشان يستقيل، واثناء وهو بيقول الخطاب بتاعه رجع في كلامه فجاه بعد ما لقى الموظفين متحمسين جدا وبيسقفوا وكلهم متفاعلين معاه. قال في الاخر اللي هو مش هيستقيل ولكن هو هيكمل في الخباثه. الاف بي اي وقتها عرفت اللي هو ما سابش الشركه، وده لما حد في الشركه كان بيبيع اسهم. ومن احسن المشاهد اللي في الفيلم كله كان هو ومراته قاعدين بشكل عادي جدا، فجاه مراته بعدها طلبت الطلاق منه لانه ما بقاش مناسب ليها وللاطفال، وقالت اللي هي هتخبي منه الاطفال كلهم. هو اتعصب بعدها ورجع تاني للي هو كان بيعمله، واتجنن اكتر وضرب مراته وخطف بنته عشان كان عاوز يخبيها من امه. ساق بيها العربيه وهو سكران وخبطها. جت تاني يوم الشرطه وقبضت عليه واتحكم عليه بالسجن، بس كان في سجن مرفه شويه. المهم طلع في الاخر من السجن، وكان ممنوع اللي هو يشتغل في البورصه، بس راح لحاجه شبهها. استغل شهرته وراح قدم محاضرات لناس عن ازاي يبقوا اغنياء زيه وازاي يبقوا عندهم القدره في الاقناع، ودايما كان بيحكي قصته كنوع من انواع التحفيز. والفيلم انتهى على كده. تقييم الشخصي للفيلم هو 8 من 10. من الحاجات اللي عجبتني في الفيلم ده اداء تمثيل ليوناردو دي كابريو، عشان اتقن الدور جدا وكان لاقي عليه بشكل مش طبيعي. ده غير ان المخرج مارتن سكورسيزي طلع الفيلم بشكل جنوني ومليان طاقه. هو طول شويه 3 ساعات بس الفيلم مش ممل نهائي. انما بالنسبه للحاجات السلبيه اللي في الفيلم مليان مشاهد اباحيه بطريقه مبالغ فيها، غير كميه الشتائم الموجوده بين كل كلمه والتانيه. الخلاصه اللي هو فيلم ممتع وقصته حلوه بس مش مناسب لكل المشاهدين. وكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك واشترك في القناه. كان معاكم علي، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.